تخيل كده ان ماينكرافت وانت قاعد بتلعبها ومستجم وبتبني في البيت اللي انت فيه، AI قاعد ومتربص لك علشان بيصنع لك انت ثغرات علشان الهاكرز يخش منها، او هو ذات نفسه يخش لك منها. اسمع القصة. باحثين اكتشفوا ان ال AI قدر يولد ثغرة أمنية في ماينكرافت سيرفر خلال دقايق قليلة جدا. النتيجة ان ال AI ده اسمه اكسبلويت GPT، بتاخد الكود وتطلع منه ثغرات، حاجة زي الباك دور. الهاكرز بيخشوا على السيرفرات دي، بيبدأوا في الاختراقات أو يزرعوا حاجة اسمها باك دور. النتيجة إنك تشتغل مود على اللعبة بسيطة ممكن تكون انت هدف سهل ليه. يعني بكل بساطة مش أي مود تحمله وتشغله علشان لمجرد اللعب والانبساط. في حاجات إن أنت تقدر أنت اللي تعملها زي المبات، وفي نفس الوقت آمنة ليك أنت عشان أنت اللي صنعها بإيدك. طيب حاجات زي كده بكل بساطة بتحصل. أنت تقدر تحمي نفسك، وتقدر برضو تعرف أنت بتعمل إيه. طيب هنفترض ان لو لا قدر الله حاجة زي كده حصلت، اول حاجة بتعملها بتفصل موبايلك عن النت خالص، وتشيل كمان الشريحة بحيث ان ما يبقاش فيه سيجنال شبكة، وما يبقاش فيه واي فاي. وكمان لزوم الاحتياط اقفل البلوتوث بالمرة وانت جاي. طيب حاجة زي كده بقى تشتغل عليها ازاي عشان تطلع الباك دور ده؟ الباك دور ده هتلاقيه جوه الفايلز نفسها اللي في الموبايل، او بمعنى اصح امسح اللعبة وتأكد ان اللعبة كلها اتمسحت وحملها من جديد، هتلاقي كل حاجة اتشالت ببساطة.